انا بحب قوي افاجئكم بالمعلومات، وبحب قوي اكسر عقدة الخواجة اللي عندكم، اللي هي كل حاجة اصلها بره. لا لا، كل حاجة اصلها مصر. وعلى فكرة بلسانهم هم مش بلساننا احنا. انتوا فاكرين ان التقويم الميلادي اللي احنا عايشين فيه دلوقتي ده تقويم خاص بروما او خاص باليونان والرومان؟ ما انتوا يا جماعة ركزوا في أسامي الشهور. يعني اسم أغسطس آه، معروف، يوليوس معروفة، دي أسامي الرومان. فأحب أقول لكم الصدمة إن ده تقسيمة مصري قديم. إزاي؟ يعني حتة إن أنت اليوم 24 ساعة والشهر 30 يوم والسنة 12 شهر وتبتدي في الوقت ده. التاريخ الميلادي بدأ لما يوليوس قيصر جاء مصر وشاف التقسيمة بتاعة التقويم المصري عجبته، وقال ان التقسيمة بتاعتهم هم مش مناسبة انها يتم تعميمها، لكن التقسيمة المصرية او التقويم المصري يجب ان يتم تعميمه لان هو الاكثر صلاحا، يعني الاكثر افادة. هتقولي لي ليه؟ لان المصري القديم لما جاء قسم الشهور ل 12 شهر والليل 12 ساعه والنهار 12 ساعه، هو قسمها على حسب الفلك علشان الفلك اللي موجود ده يساعده في الزراعه. فقسم الشهور بالطريقه اللي هي موجوده حاليا. بس كان الاسامي مصري زي اسامي وتوت والكلام ده كله، دي اسامي مصر القديم. فطبعا لما الاستاذ يوليوس قيصر عجبه التقسيمه سماها باب اساميهم هم، وبدات عنده من اول السنه الميلاديه الاولى، فهي مستخدمه لغايه وقتنا هذا. يبقى نفهم من كده ايه؟ نفهم ان حتى الحاجه اللي احنا ماشيين بيها دلوقتي مصر القديم. هتقولوا لي ايه مصدرك؟ تعال اقول لكم. الكتاب ده زي ما انتم عارفين جيمس هنري بريستون، تاريخ مصر من أقدم عصور إلى الفتح الفارسي. طبعا في ناس هتتريق على الفتح الفارسي، دي الترجمة العربي يا جماعة. شايفين إن اللي حصل ده فتح من الفارسيين مش احتلال. في الصفحة، في الفصل الثالث، في الصفحة مش مكتوب لي أهو، في الصفحة ال 22 أدي أهو شايفين؟ أنا أهو. ايه رأيكم في المعلومة؟ انا مش بجيبها من بيتنا على فكرة، انا بقرا المعلومات وبشوف المصدر وبشوف ايه الاثار اللي هو بيرجع ليها صاحب الكتاب وبقولها.